في أفلام الرعب زي The Conjuring أو أنابل بنشوف حكايات تخض عن بيوت مسكونة وأرواح شريرة، بس المفاجأة إن الأفلام دي مبنية على قصص حقيقية عاشها ناس بجد. الناس دول كانوا راجل ومراته إد ولورين وارن، وحياتهم كلها كانت مواجهة مع العالم المجهول. إد وارن اتولد سنة 1926 وكان طول عمره مهتم بكل حاجة غامضة عن الأشباح. أما لورين اللي اتولدت سنة 1927 فكانت بتقول إن عندها قدرات تخليها تشوف وتسمع الأرواح. الاتنين اتجوزوا وسنة 1952 عملوا جمعية للأبحاث النفسية، ومن هنا بدأت الحكاية. بيقولوا إنهم دخلوا آلاف البيوت المسكونة وحققوا في قضايا مرعبة، لكن في 3 قضايا بالذات هم اللي خلوهم أسطورة في عالم الرعب. أول قضية أنابل، دمية قماش شكلها عادي، لكن أصحابها لاحظوا إنها بتتحرك لوحدها وتسيب ورق مكتوب عليه ساعدوني. لما إد ولورين جم يشوفوا قالوا إن الدمية ملعونة وفيها روح شريرة، ومن ساعتها اتحبست في صندوق زجاجي في متحفهم، ولسه لحد النهاردة الناس بتخاف تقرب منها. القضية التانية بيت بيرون، عيلة سكنت في مزرعة قديمة، وبعد فترة بقوا يسمعوا أصوات ويشوفوا أشباح ويتعرضوا لمواقف تخوف. إد ولورين حاولوا يساعدوهم، بس اللي حصل جوه البيت كان أبعد من أي خيال. البيت ده هو اللي ألهم فيلم The Conjuring الأول. والقضية الثالثة أميتيفيل أو أميتيفيل هورر، بيت حصلت فيه جريمة قتل بشعة، وبعدها أي حد عاش فيه اتعرض لحاجات مرعبة، أصوات، ظلال، ريحة غريبة. إد ولورين كانوا من أوائل اللي دخلوا البيت وقالوا إنهم حسوا بطاقة شريرة لدرجة إنها كانت بتهدد حياتهم. القضية دي لحد دلوقتي من أكتر القضايا اللي عليها جدل ورعب في أمريكا. ومش بس كده، إد ولورين جمعوا كل الحاجات الملعونة اللي شافوها، من دمى لتحف لكتب غريبة، وحطوا كل ده في مكان سموه متحف وارن للأشياء الغامضة، واللي بيدخلوا بيقول إنه بيحس كأن في حد بيراقبه. ومع كل ده ناس كتير اتهموهم إنهم نصابين وإن الحكايات دي كلها خيال، لكن الغريب إن كل عيلة وكل بيت كان عندهم روايات شبه بعض عن الرعب اللي عاشوه. وهنا السؤال، هل إد ولورين وارن فعلا واجهوا قوة شيطانية، ولا كانوا أذكى ناس عرفوا يخلوا الخوف يتحول لقصص وأفلام تكسر الدنيا؟ النهاردة القرار في إيدك، هتصدق ولا هتفتكر إنه كله خيال؟ لو عايز قصص أكتر عن الرعب والغموض اعمل لايك واشترك في القناة، وخلي بالك القصة الجاية ممكن تكون أقرب